السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. مين الجاني يا جماعة؟ فاكرين برنامج زمان؟ في برنامج كان اسمه مين الجاني، ويقعدوا طول المسلسل يدوروا على مين الجاني. احنا مين الجاني في الخيبة اللي احنا فيها دي؟ مين الجاني ومين السبب في الاداء والهزيمة المذلة اللي حصلت للمنتخب المصري ده؟ مين؟ محدش يقول لي اللعيبة بقى وابو جبل ومصطفى محمد ضيع في الاول وابو جبل ضيع في الاخر. لا، الموضوع مش موضوع لعيبة خالص، الموضوع اكبر من كده بكتير. على فكرة احنا عندنا احسن لعيبة في البطولة واحسن لعيبة في مصر، بس العين اللي كانت تختار مش الاملاء. ما كانش حد يملي. لو في مدير فني بيفهم كان هينقي تيم محترم من لعيبة مصر، مش ميزان لاعب من الاهلي ولاعب من الزمالك ولاعب من بيراميدز، لاعب من الاهلي ولاعب من الزمالك. مش مهم ده بقى يأدي ولا ما يأديش. وساعة ما اتفرض عليه ياسر ابراهيم بضغط جماهيري قعدوا في المدرجات ما لمس الكورة. انت واخده ليه؟ تمام. مين الجاني ومين اللي يتحاسب؟ مين يا عم حازم يا امام اللي يتحاسب؟ مش انت المشرف العام عن المنتخب؟ فاكر ايام ايهاب جلال لما اقالوا ايهاب جلال وقالوا لك تعالى احضر التصويت عشان هنختار مدير فني؟ رفضت تحضر التصويت وطلعت مع سيف زاهر قلت انا مش هحضر التصويت لان انا المسؤول الاول والاخير على المنتخب. قالوا لك اتعامل. رحت وجيت وجبت لنا روي فيتوريا ابو 200 الف يورو، وجاي دلوقتي اعضاء الاتحاد بتقول لك عايزين نلم ال 600 الف يورو عشان نمشي روي فيتوريا، بتقول لهم لا، روي فيتوريا مكمل. هو بصراحة حقك، سبوبة كبيرة وحلوة، ما يكملش ليه؟ روي فيتوريا اللي بقاله سنة واربع شهور واخد 3 مليون و400 الف دولار من دم الشعب المصري اللي مش لاقي ياكل اصلا. امال ازمة ايه الاقتصادية لما الفلوس دي كلها موجودة في البلد وبتدي روي فيتوريا 200 الف جنيه، 200 الف يورو؟ فين الازمة؟ فين الازمة اللي في البلد اما الزمالك بيدفع 3 مليون دولار غرامات؟ فين الازمة؟ ولا هي الازمة على الشعب المصري بس؟ خلينا في الكرة. ومين اللي هيتحاسب؟ فين مجلس النواب اللي منه الكابتن حازم امام المسؤول عن الرياضة في البرلمان؟ مين اللي هيتحاسب؟ فين وزير الشباب والرياضة اللي المفروض يقعد الناس دي ويحاسبهم المنتخب ظاهر بالمستوى ده ليه؟ مين اللي هيتحاسب؟ لكن جاي في الاخر عايز تحاسب لي ابو جبل، تقول لك اصل ابو جبل الاهلي بيتفاوض معاه في المنتخب. امال هو الشناوي اتصاب هو فين؟ ما هو في المنتخب. عايز تشيل ابو جبل الليله؟ طب ما تقول لمصطفى محمد ما هو مضيع اول ضربه جزاء. احنا بنشيلش لعيبه حاجه، لان اللعيبه كل واحد طلع اقصى ما عنده، كل واحد طلع كل اللي عنده. لكن احنا عندنا مدير فني فاشل ويسبقه اتحاد فاشل. ليه؟ لان هو اللي اختار المدير الفني، هو اللي ماشي مع المدير الفني خطوة بخطوة. الاتحاد الكورة الرابطة خدت كاس الرابطة وخدت الكاس وخدت الدوري والاتحاد ما بيعملش حاجة. هو شغلته المنتخب ومش عارف يعمل حاجة. الناس دي قاعدة ليه؟ انا مش فاهم. الناس دي لو عندها دم وبتحس كان قبل المنتخب ما يصفر الحكم يقولوا احنا مستقلين، احنا ماشيين. لكن لا، ده الناس بيقول لك احنا مكملين وروي فيتوريا مكمل. وروي فيتوريا بيسالوه بيقول لك مش وقت اتكلم على مشواري مع الفراعنه، لسه دلوقتي الدنيا سخنه وبتاع، احنا لسه قدامنا شغل كتير. والموضوع هارد لك، يعني كل واحد كل فرقه الرياضه غالب ومغلوب، غالب. وانت قدمت ايه اصلا؟ انت ما قدمتش حاجه. لو المنتخب المصري قدم حاجه واتغلبنا كنا قلنا ماشي، هو الحظ مش معانا لكن ده انت طريق المنتخب المصري في البطولة دي
اخضر، طريق ممهد، صعدت ب3 نقط، ما كسبتش ولا ماتش. تاني ماتش في الدور ال16 الكونغو، تعدي الكونغو تلاقي غينيا. مش هتقابل فرق شديدة شوية في المربع الذهبي. فين المنتخب وفين المدرب وفين المسؤول عن المنتخب وفين اتحاد الكورة وفين وزير الشباب والرياضة؟ احنا مش سامعين صوت حد ليه؟ هو المنتخب بعد ما كسب كله ضارب غطس ومش باين ليه؟ هيطلعوا كمان 3-4 ايام يقول لك ايه؟ احنا هنمد القيد عشان الزمالك، يقوم جماهير الاهلي تتضايق ويعملوها اهلي وزمالك وينسوا اللي حصل في المنتخب، والموضوع يموت على كده وشكرا. والعداد عمال يعد الروي فيتوريا ورجالته اللي هم بيقسموا معاه اصلا زي اجيري كده. وجايين دلوقتي القنوات الفضائيه بتطالب باعاده كروش. طب هو مشي ليه؟ مشي ليه كروش ابو 100,000 دولار؟ الراجل الغلبان كان ب100,000 دولار وكان مطور المنتخب، طور المنتخب تطوير، وكان نازل بالاعمار السنيه وعايز يعمل منتخب. راحوا ممشيينه، يقول لك السبوبه بتاعته قليله نجيب ابو 200. هو الموضوع كله يا جماعه داير سبوبه. محدش قلبه على مصر ولا منتخب مصر ولا جماهير مصر ولا اي حاجه. الناس دي لو عندها ذره دم كانت طلعت استقالت، كانت طلعت قالت يا جماعه احنا اسفين، زي مدرب تونس، زي بن ماضي اللي اتشال قبل ما يرجع بلده. جمال بن ماضي بتاع الجزائر قبل ما يرجع بلده كانت اقال. مدرب تونس كان معمول له بند في عقده ان ما خدتش البطوله تعرف انك بره المنتخب. اول ما اتغلب قال لك احنا اسفين شكرا. اقول له انت خلاص هتستقيل؟ قال لهم انا العقد بتاعي بينص ان انا لو خرجت من البطوله اخرج. لكن العقد اللي عاملينه الفيتوريا ده مين اللي عامله؟ مين المسؤول عنه ان هو يلبسنا فيتوريا ل 2026؟ يعني انت لابس فيتوريا كده ل 2026 وكل شهر 200,000 يورو. مين بقى المسؤول عن الكلام ده؟ ده مفروض اللي عمل العقد ده يتحاكم. اللي عمل العقد ده يتحاكم كده ويعتقل على الفلوس اللي هو اهدرها بتاعت الشعب المصري ده. ونسيب ده كله ويقول لك ده الاهلي السبب. ده بيتعاقد مع ابو جبل وهو في المنتخب. هو ابو جبل هيبقى مركز ازاي؟ ده الاهلي بيتعاقد مع ابو جبل. الاهلي بيتعاقد مع ابو جبل لانه قدامه 48 ساعه في القيد، ما عندوش حد هيمدله القيد. وبعدين الجون الحارس المرمى بتاعه اللي هو كابتن منتخب مصر وكابتن النادي الاهلي اتصف المنتخب. هيعمل ايه الاهلي؟ وبعدين الاهلي عمل مع ابو جبل ايه؟ كل الموضوع رفع السماعه، تلعب يا ابني في الاهلي؟ يلا العب في الاهلي، خلاص شكرا. عمل ايه لابو جبل؟ هو الموضوع بس عشان جه ناحيه الاهلي. خالد الغندور امبارح في الاذاعه هو ودينا سليم قاعدين بيتوقعوا الماتشات. هي تقول له الاهلي هيغلب 2-1، المنتخب هيغلب 2-1، وهو يقول لها تعادل وهنلعب وقت اضافي وابو جبل هيتألق في ضربات الجزاء. النهارده بعد ما عرف ان ابو جبل رايح الاهلي بيشايل ليله ابو جبل، بيقول لك ابو جبل هيصد ازاي وهو عارف ان هو رايح الاهلي؟ بعد ما كان امبارح بيقول لك ابو جبل هيتألق، النهارده شايل الليله كلها لابو جبل. ونسي مصطفى محمد اللي ضيع، ونسي محمود حماده اللي هو نزله معرفش جايبه منين، اللي هو اول ما جات له الكره قدام الجون زي اللي عملته بصاع الكهرباء اتلخبط كده زي الفرف وبعده ووقع. هي دي اللعيبه اللي انت مختارها تمثل منتخب مصر؟ بس برضو مش العيب على اللعيبه، العيب على اللي بيدير المنظومه. المنظومه من الاساس مهما تبيض ومهما تعمل نقاشه ومهما تسوي الاساس بايظ، الاساس خربان مرطب، لازم تجيبه من جدره الاول وبعد كده تبني. لكن هتبني على الاساس البايظ كل اللي هتبنيه هيقع تاني.
الاساس البايظ حازم امام واتحاد الكوره. الاساس البايظ وزير الشباب والرياضه اللي سايب الدنيا دي كلها تحصل وهو قاعد بيتفرج. مش فاهم هم دول عندهم موضوع السويس رخرين ولا شرم الشيخ؟ ما تطلع يا باشا بيانات، اعمل بيان وقول احنا لازم هنحاسب الناس دي، وادي مهلة لحساب الناس دي، واعملوا تحقيق مع الناس دي. مين اللي هيحقق معاهم؟ مين المسؤول عن اللي حصل ده؟ هتقولي لي ابو جبل؟ الراجل واخد مهند لاشين ومنزله قبل الماتش ما يخلص بدقيقتين. انت مش عارف، انت عارف ان مهند لاشين هيشوط ولا لا؟ لما الدور جه عليه قال لك انا مش هشوط، انا مضيع بطولة افريقيا اللي فاتت وضيعت ضربة جزاء، مش هخش اشوط انا تاني. ابو جبل كان مجبر على ضربة الجزاء اللي دخل شاط، مفيش غيره. خانوا التوفيق بقى، حصل اللي حصل، ضيعها ما ضيعهاش، انت بتلومه ليه؟ واحد انت اجبرته. طب خلي ابو جبل كان جاب ضربة الجزاء ماشي وهم سجلوا برضو. طب وانت يا عم محمد الاشين ما كنتش هتشوط؟ ما انت لعيب معدود من ضمن اللعيبه، كنا خلاص هنقول احنا انسحبنا. ادي اللعيبه اللي مختارها ريو فيتوريا وحازم امام، وجايين يقول لك الاهلي وابو جبل. اهلي ايه وابو جبل ايه؟ ده هي منظومه فاسده، فساد فساد فساد. هات من فوق وانت نازل، من اول الشباب والرياضه وانت نازل لحد تحت، فساد فساد فساد. قول لي اتحاد الكرة ده قاعد شغلته على المدفع ايه؟ بيعمل ايه؟ اتحاد الكرة باكمله كده. احنا فشلنا في كل حاجة، منتخب شباب، منتخب اولمبي، منتخب كله فشل، كله فشل. بصوا للناس الناجحة وتعلموا، مش عيب. بصوا للسنغال عملت ايه، اعرفوا، ابعتوا ناس واعرفوا الناس دي عملت ايه. ده احنا عندنا هنا الاكاديميات نصابين وحرامية وتحت رعاية الشباب والرياضة. كل واحد يروح يودي ابنه الاكاديمية يقول له 50,000 جنيه و100,000 جنيه عشان ابنك يبقى السنة الجاية محمد صلاح. والنصب شغال والدنيا بايظة والدنيا خربانة. هتطلع لعيبة ازاي؟ وهي البراعم الصغيره مفروض يجي لها اكبر مدرب عشان ياسسها؟ انت مجرد ما لعيب يعتزل بتروح رايح مديله 5,000 جنيه و6,000 جنيه ودرب شويه العيال دول، بقى يمصلح من هنا وده يمصلح من هنا وده يعمل من هنا. مفيش رياضه، مفيش. وده انعكس على شكلنا، هزيمه مذله، هزيمه مهينه. أسوأ بطولة لأمم أفريقيا في تاريخ الكرة المصرية البطولة دي. احنا في 2019 لما طلعنا من الدور ال16 كنا غالبين أول 3 متوشة، كنا العلامة الكاملة، وجينا في الماتش في الدور ال16 طلعنا من جنوب أفريقيا 1-0. لكن انت هنا أول ماتش تعادل 2-2، تاني ماتش 2-2، تالت ماتش 2-2. اول ماتش في الدور ال16، وده قلناه في الفيديوهات اللي فاتت، قلنا اول ماتش في دور ال16 هنخرج، لان ده مش مستوى فريق، مش شكل منتخب. ده احنا ما شفناش جملة مفيدة اتعملت، والله ما شفنا جملة مفيدة بصلاح، بزيزو، بميزو، بكل الناس دي. وهو اتحاد غامض. اصابة محمد صلاح اضغطوا على الدكتور ما تقولش الحقيقة، قول لك ده الاصابة ماتشين، وفي الاخر نعرف من انجلترا ان محمد صلاح اتصاب ورايح يتعالج في انجلترا. نعرف من ليفربول عشان الاتحاد بتاعنا هنا مضلل. وامام عاشور اول ما وقع قال لك تقرير 6 ايام. امام عاشور اللي كان عايز يكتب اقرار على نفسه عشان يلعب الماتش، اللي بيقول لك ده بيهرب من المطوشه. هو في ايه؟ محمد الشناوي اتصاب قال لك ده بيهرب.
بيهرب. بتتريقوا على صلاح، ما هو بيهرب اهو. طب اما نشوف صلاح هيلعب يوم 31 ولا لا. اهو المنتخب خرج والدنيا خلاص بقت فاضيه، نشوف هو يلعب يوم 31 ولا لا. المهم في الاخر مين الجاني ومين اللي هيتحاسب. عايزين نشوف مين اللي هيتحاسب. شكرا لكم يا جماعه، وبعد اذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه اشترك ويفعل زر الجرس. سلام عليكم.